آدم خلال مكالمة 911 قال إن هو هيحاول ينزلها ويعمل لها إنعاش صناعي، وبالفعل راح المطبخ وجاب سكينة ووقف على ترابيزة وقطع الحبل عشان يقدر ينزل ريبيكا، لكن ريبيكا كانت حياتها انتهت بالفعل. ريبيكا كانت متعلقة بحبل نازل من بلكونة أوضتها، وكانت بدون ملابس، وكان في تيشيرت ملفوف حوالين رقبتها، والأكمام بتاعته كانت محشورة في بقها. الحبل اللي كانت ريبيكا متعلقة فيه كان لونه أحمر، وكان مربوط في رجل السرير، ونفس الحبل كانت إيديها مربوطة بيه من ورا، وكانت رجليها من تحت مربوطة بنفس الحبل، كل ده بحبل واحد. مسرح الجريمة أوضة نوم ريبيكا، كان فيه 2 فرشة ألوان، واحدة كبيرة والتانية كانت أصغر شوية، وكان فيه 2 سكينة مطبخ وسكينة شيف، وكان فيه أنبوبة ألوان. البلكونة كان فيها آثار لرجلين ريبيكا، وكان فيه آثار حذاء داخل البلكونة غير آثار رجلين ريبيكا. الدرابزين كان متطرب ما عدا جزء فيه كان نضيف وممسوح من التراب، وكان فيه رسالة غامضة على أوضة باب ريبيكا من بره، مكتوب عليها بفرشة الألوان: She saved him. Can you save her؟ هي أنقذته، هل تستطيع أن تنقذها؟ هل المقصود بأنقذته ماكس؟ وهل المقصود بهي ريبيكا؟ ومين الموجه إليه جملة هل تستطيع أن تنقذها؟ بعد وفاة ماكس اتغير سير التحقيق، وقالوا إن ممكن تكون ريبيكا أنهت حياتها كشعور بالذنب تجاه حادثة ماكس، مع إن ماكس ما كانش لسه مات وقت حادثة موت ريبيكا. ماكس مات يوم 16 يوليو دماغيا. وانتهى التحقيق إلى إن موت ماكس كان نتيجة حادثة، أما موت ريبيكا فكان إن هي اللي أنهت حياتها بنفسها. تحقيق الشرطة توصل إن مفيش أي بصمات أو DNA إلا لريبيكا نفسها. طب إزاي كده؟ أكيد في ناس تانية كانت موجودة قبلها، وجونا أكيد دخل الأوضة، أو أختها أو ماكس. الرسالة اللي كانت على الباب قالوا في التحقيقات إن ريبيكا هي اللي كتبتها، رغم إنهم ما لقيوش أي بصمات على أكرة الباب لريبيكا ولا على الباب نفسه، أو DNA الخاص بيها ما كانش ليه أي أثر على الباب. ما كانش فيه أي بصمات أو DNA لريبيكا على السكينتين اللي كانوا موجودين أو الفرشة. سكينة الشيف الكبيرة ما كانش عليها أي بصمات على المقبض، لكن بصمات ريبيكا كانت موجودة على راحة السكينة، بس البصمات بتقول إن ريبيكا مسكت السكينة بصورة غريبة. السكينة التانية ما كانش فيه بصمات ولا DNA، لكن المقبض بتاعها أو الطرف بتاعها كان فيها دم ريبيكا، رغم إن هي ما كانش فيها أي جروح. رجلين ريبيكا كانت متسخة من البلكونة، لأن البلكونة كانت متسخة وفيها تراب. كان على ريبيكا جروح وكدمات بسيطة، فقالوا إن ممكن تكون الجروح والكدمات دي حصلت لها لما نطت من البلكونة، رغم إن ده ما يسببش الجروح اللي كانت فيها. واضح إن هي كانت مخبوطة في حاجة تانية. وخدوا ريبيكا للتشريح. بلكونة ريبيكا كانت بتطل على الجنينة، وآدم كان قاعد في الجست هاوس المقابل لبلكونة ريبيكا، وأثناء خروجه من الجست هاوس شاف ريبيكا وهي متعلقة بحبل من البلكونة. الطاولة اللي آدم وقف عليها عشان ينزل ريبيكا كانت ب3 رجول، واحدة منهم كانت مكسورة. آدم عرضوه على جهاز كشف الكذب، وكانت إجاباته خاطئة، لكن محدش قدر يمسك أي دليل عليه، لأن ما كانش فيه أي DNA أو بصمات خاصة بيه. آدم في الأقوال بتاعته قال إن هو نزل ريبيكا وشال التيشيرت اللي كان ملفوف حوالين رقبتها وعمل لها تنفس صناعي بالفم، ومع ذلك ما كانش فيه أي أثر للDNA أو البصمات بتاعته على ريبيكا. ورغم إن مظهر ريبيكا وهي متعلقة كان واضح إن هي مش عايشة، إلا إن آدم وقت اتصاله ب911 وجه سؤال لريبيكا وقال لها: أنت عايشة؟ Are you alive؟ مين اللي ليه مصلحة في موت ريبيكا إذا كان موتها مدبر مش حادثة؟ هل دينا أم ماكس؟ بس دينا كان عندها حجة غياب قوية، وهي وجودها مع جونا في المستشفى، وما سابتش ماكس لحظة واحدة، ولا هي ولا جونا. لكن ماري أخت ريبيكا رفضت بشدة فكرة إن ريبيكا تكون هي اللي عملت كده في نفسها وأنهت حياتها. ولو كانت ريبيكا عملت كده، طيب إيه الدافع؟ هل في حاجة غير حادثة ماكس؟ خاصة إن ماكس كان لسه عايش وقت حادثة ريبيكا. نينا أخت دينا بعتت رسالة لريبيكا بتسألها إذا كانت موجودة. وسؤال تاني: إيه اللي حصل لماكس؟ طب إيه اللي جاب نينا بالليل عشان تسأل السؤال ده؟ هل آدم ليه مصلحة في موت ريبيكا،
ولا لقى نفسه اتورط نتيجة حاجة حصلت هو ما كانش سبب أو طرف فيها. كان في جارة سمعت صوت صراخ صادر من المنشن، وسمعت صوت واحدة بتقول ساعدوني، وبنسبة كبيرة الاتجاه اللي كان جاي منه الصوت كان المنشن. كمان كان في صوت أغاني عالية قوي جاي من المنشن. هل صوت الأغاني كان عشان يغطي على صوت ريبيكا مثلا وهي بتصرخ؟ الطاولة كانت ب3 رجول، منهم واحدة كانت مكسورة، فازاي آدم قدر يطلع عليها وينزل حاجة بوزن ريبيكا؟ والطاولة نفسها اختفت، راحت فين؟ آدم قطع الحبل ونزلها، وبعدين اتصل ب 911، رغم ان هو اثناء اتصاله ب 911 راح جاب السكينة وطلع على الطاولة وشال ريبيكا ونزلها. اثناء خضوع آدم لكشف الكذب قال ان هو قطع الحبل ونزلها وبعدين اتصل ب 911، والكلام ده بيتناقض مع الكلام اللي احنا سمعناه اثناء مكالمة 911، لان هو قال ان هو راح جاب السكينة وطلع على الطاولة وشال ريبيكا ونزلها. الحبل اللي كان طالع من ريبيكا كان طويل جدا، يعني لو كان آدم طلع على الطاولة وقطع الحبل كان هيكون أقصر من اللي كان طالع من ريبيكا. كمان البلكونة لقيوها مقفولة، ودي كانت حاجة غريبة جدا، لأن لو واحدة رايحة تتخلص من حياتها هتقفل البلكونة وراها ليه؟ السرير كان متحرك من مكانه، وده أكيد نتيجة الحبل اللي كان مربوط في ريبيكا. ولما عملوا تجارب عن حاجة زي وزن ريبيكا لقوا ان السرير كان متحرك مسافة بسيطة، يعني كان مفروض يكون متحرك اكتر من كده بقوة دفع وزن ريبيكا وهي بترمي نفسها من البلكونة. كان في اثار حذاء في البلكونة، وقالوا ان هو واحد من اثار الشرطيين اثناء معاينتهم مكان الجريمة، رغم ان الشرطة عارفة ان هم لازم يكونوا لابسين احذية معينة، والشرطة اكيد عارفة ان ده يعتبر تخريب لمسرح الجريمة او الادلة، وبيكون في جزم خاصة بمسرح الجريمة، وكان المفروض البلكونة يتم تصويرها من أعلى علشان ما تخربش الأدلة. كان في منشفة خارج الغرفة، وكان واضح إن ريبيكا كانت في الحمام وسابت المنشفة خارج الأوضة. الرسالة اللي كانت على الباب أكتر شيء غامض في الموضوع. كان في فرشتين رسم زي ما قلنا قبل كده، كل واحدة بحجم معين. هل اللي عاوز يتخلص من حياته بيكون في حالة تسمح له بالتركيز في الأمور دي؟ ريبيكا ماتت بطريقة، واللي موتها حب إنها تظهر بشكل تاني. وإيه هي أسباب الخبطات اللي كانت موجودة على رأس ريبيكا؟ وإزاي آدم عمل لها تنفس صناعي وهي مش مستوية على الأرض؟ لأن طبعا إيديها كانت مربوطة هي ورجليها، فأكيد مش هتكون نايمة مستوية على الأرض عشان يقدر يعمل لها تنفس صناعي. هل السيناريو اللي تم تأليفه للحادثة كان عشان تبان إن هو اكتشف موتها وحاول إن هو يسعفها؟ ايه اسباب وجود صبغة على جسم ريبيكا خاصة عند الصدر؟ هل ده بيعني ان في شخص تاني كان ماسك ريبيكا واتنقلت منه جزء من الصبغة لريبيكا؟ كمان كان في اثار للصبغة على ايد ريبيكا من فوق من ناحية الصوابع. الردات والكدمات اللي كانت على جسمها بتثبت ان هي كانت بتتصارع مع حد. باب القصر الخلفي كان دايما مفتوح، ودينا كانت عارفة المعلومة دي. ايه اسباب ان ريبيكا تقول ان دينا هتقتلني بعد حادثة ماكس؟ هل كان في نوع من التهديد لريبيكا في حالة ان هي اذا اهملت ماكس وتسببت في اي اذى ليه ان دينا ممكن تقتلها؟ نينا اخت دينا كانت موجودة قدام القصر وقت ما بعتت الرسالة لريبيكا. طب ايه اللي يثبت انها مشيت؟ ليه ما تكونش دخلت من الباب الخلفي؟ كان في شاهد قال ان هو شاف ست قدام القصر لفتت انتباهه بتوترها وترددها، يعني كان سلوكها غريب، كانت بتفكر تمشي وبعدين تقف وبعدين تفكر تاني انها تدخل القصر او لا. الشاهد ده قال ان هو شاف واحدة بشعر اسود، يعني دينا مش نينا. طب ازاي ودينا كانت في المستشفى مع ماكس وده واضح من الكاميرات؟ الوحيد اللي تم توجيه اتهام مباشر ليه هو آدم، لان جونا ودينا ونينا اثبتوا وجودهم في المستشفى مع ماكس. هل آدم اتورط في موت ريبيكا؟ هل حصلت مشادة بين دينا أو نينا مع ريبيكا وتسبب ده في موتها وآدم اتورط في كده؟ جونا كمان كان عنده دافع لموت ريبيكا. هل اسم الشرطة اتورط في إن هو يقفل ملف ريبيكا على إن هي أجرمت في حق نفسها مش جريمة قتل؟ في كتير كانوا معتقدين إن الشرطة متواطئة في حادثة ريبيكا، خصوصا إن أسهم شركة جونا كانت في خسارة كبيرة، وجونا كان بيدفع مبالغ كبيرة للصحافة علشان ينقذ الشركة بتاعته. محامي عائلة زهاو قرر إن التشريح أثبت إن كان في نزيف في راسها من فوق، وكأن حاجة ضربت راس ريبيكا أكتر من مرة، وكان في عظمة مكسورة في عنق ريبيكا،
والعظمة دي بتتكسر بفعل الخنق مش الشنق. فقرات العنق في حالة الشنق كان ممكن يحصل لها قطع أو تنفصل عن بعضها، لكن كل اللي كان في رقبة ريبيكا كان ناتج عن شد الحبل على رقبتها، وده بيعني إن هي تم خنقها يدويا، وبعد كده شنقوها عشان يداروا آثار الخنق باليد. معنى كده إن في شخص تاني مسؤول عن موت ريبيكا. الحبل كمان كان مقطوع من مكان بعيد. طب ليه قطع الحبل من النص؟ وهل تم إنزال ريبيكا من البلكونة؟ يعني معنى كده إن هي ما رمتش نفسها من البلكونة؟ ليه الشرطة ما خدتش بشهادة الست اللي قالت إنها سمعت إن في حد بيصرخ وبيقول هيلب مي؟ ليه الشرطة ما اهتمتش بشهادتها؟ عائلة زهاو رفعت سنة 2013 دعوة مدنية وحكموا على آدم إن هو المذنب في قضية ريبيكا، لكن آدم عمل استئناف لأن هو ملوش أي علاقة، تم الحكم لصالحه. في اختبار كشف الكذب آدم في سؤالين ما ردش عليهم إجابة واضحة وصريحة. السؤال الأولاني: هل ليك علاقة بموت ريبيكا؟ هل عملت حاجة لريبيكا؟ وفي السؤالين إجابة آدم كانت كذب لأن جسمه كان متوتر. أثناء اتصال آدم ب 911 في خبير في الصوتيات عمل تكنيك معين علشان يعمل توضيح للمكالمة عن طريق إزالة الشوائب من المكالمة عشان تكون واضحة أكتر، واتضح إن كان في حد تاني آدم كان بيتكلم معاه وكان بيقول له امسكها. طب آدم كان بيقول لمين؟ وكان في ذبذبات لصوت حد تاني مع آدم، يعني كان في حد تاني مع آدم وقت مكالمة 911. يا ترى مين الشخص ده؟ هل من الممكن ان تكون ريبيكا ماتت بشكل مفاجئ نتيجة مشادة مع شخص معين؟ ماري كانت متأكدة ان اختها اتقتلت، وفريق التحقيقات حط كل ده بين ايدين الشرطة، لكن الشرطة رفضت ان هي تفتح القضية مرة تانية. الهيئة اللي كانت عليها ريبيكا بتوحي انها جريمة قتل. الايدين مربوطة والرجلين مربوطين ونفس الحبل مربوط في رقبتها، وكان في تيشيرت ملفوف حوالين رقبتها، والاكمام بتاعته كانت معقودة ومحشورة في فمها. ومن النادر ان اي شخص يتخلص من حياته وهو عاري تماما من الملابس، خاصة السيدات. اذا كانت ريبيكا اتخلصت من حياتها، ليه سابت رسالة غامضة على الباب؟ الرسالة كان فيها نوع من العدوانية او الغضب او التشفي، وواحد من خبراء الخطوط افاد بان نسبة كتابة ريبيكا للرسالة دي ضعيف جدا. الجزء الثاني من الرسالة: هل تستطيع ان تنقذها؟ كان في نوع من الاستهزاء، وده معناه ان في شخص تاني هو اللي كتب الرسالة. لو كانت ريبيكا عندها رغبة انها تكتب رسالة قبل ما تتخلص من حياتها، اكيد الرسالة دي كانت هتعبر فيها عن اسفها او شعورها بالذنب تجاه حادثة ماكس. لكن ان هي تكتب رسالة بالغموض ده بيتنافى مع شخصية ريبيكا، وما كانش فيه اي شواهد تقول ان ريبيكا بتستعد ان هي تنهي حياتها بسبب حادثة عابرة زي حادثة سقوط ماكس، خاصة انه كان لسه عايش وكان فيه احتمال لنجاته. في بعض الثقافات الآسيوية بعض الأشخاص بينهوا حياتهم إذا شعروا بالخزي أو العار ينال من أسرتهم، فكان بيتخلص من حياته لاستعادة شرف العيلة بتاعته إذا حصل أمر مشابه لحادثة ماكس. الشرطة لقت في المكتبة في أوضة نوم ريبيكا كتاب عن السحر، وكان فيه صور لامرأة عارية مربوطة بنفس طريقة ربط الحبل، وموضح فيها طريقة ربط اليد والقدم زي الطريقة اللي ماتت بيها بالظبط، وبنفس الحبل الأحمر اللي كان مربوط في رقبتها. لكن ده ممكن يكون صدفة مش أكتر، ومن الممكن جدا إن يكون حد حط الكتاب ده في أوضة ريبيكا عشان يوحي إن هي أنهت حياتها بنفس الطريقة اللي موجودة في كتاب السحر. كان في نزيف على راس ريبيكا نتيجة اصطدامها بجسم صلب، وكان في بعض نقط الدم في الغرفة وبين رجليها، واعتبروا إنها ربما كانت في فترة الحيض، لكن ما تمش التأكد من كده. وتم تصوير الواقع على ان هي كانت بتاخد حمام وخرجت وهي ما بترتديش اي ملابس وكانت بتنزف، واخدت قرار انها تتخلص من حياتها، فربطت ايديها ورجليها وبعدين راسها بالحبل وبعدين وقعت. كان من الواضح ان الشرطة اتعاملت بمنتهى الاستخفاف مع مسرح الجريمة ومع القضية ككل، لان الشرطة قررت ان مفيش اي اثر لحمض نووي في الغرفة او على جثة ريبيكا، وإن الحمض النووي الوحيد اللي كان موجود كان على أصابع ريبيكا وكان لريبيكا نفسها. الشرطة كمان تجاهلت شهادة حد من الجيران اللي أفاد إن هي سمعت صوت صرخة جاية من مكان عالي من اتجاه المنشن الساعة 11:30 بالليل، وبعدين كان في صوت موسيقى عالية. والشرطة تجاهلت إن هي تسأل الجيران اللي جنب المنشن إذا كانوا سمعوا أي شيء أو حسوا بأي شيء.
شهادة الجارة لو صحت إن هي كانت جاية من المنشن فده بيعني إن في شبهة جنائية وإنها جريمة قتل تم تصويرها على إنها إجرام في حق النفس. وزي ما قلنا قبل كده إن كان في شاهد أفاد إن هو شاف واحدة تشبه دينا ليلة الحادث، ودينا كان عندها دافع حقيقي لإيذاء ريبيكا، لكن هل كانت عندها القدرة الجسدية إن هي ترتكب الجريمة لوحدها من ضرب ريبيكا وربط إيديها ورجليها وشنقها بنفس الحبل ورميها من البلكونة؟ في نفس الوقت حادثة ماكس ما كانش لسه عدى عليها يومين وكان في حالة خطيرة، فأكيد والطبيعي إن كل فكر دينا وعقلها كانوا مركزين على حالة ماكس، والمفروض إن هي كانت في حالة صدمة. فهل كانت في حالة تسمح ليها إن هي تاخد قرار إن هي تتخلص من ريبيكا بالسرعة دي وبعد يومين بس من حادثة ماكس وابنها بيصارع الموت؟ وزي ما قلنا قبل كده إن عائلة زهاو كانوا مؤمنين تماما إنها جريمة قتل وما صدقوش ولو للحظة إن ريبيكا أجرمت في حق نفسها. الشرطة كمان ما اهتمتش إن هي تعمل مقارنة بين الخط اللي مكتوب على الباب وخط ريبيكا، واستندت في كده إن الخط المرسوم ما نقدرش نقارنه بالخط المكتوب. وأكتر من كده كمان انتهت الشرطة إن الرسالة اللي على الباب رسالة بتفيد إن هي أجرمت في حق نفسها، وعشان تثبت صحة نظريتها قررت إن في حالات موثقة لأشخاص قرروا قبل التخلص من حياتهم ربط إيديهم ورجليهم بالحبال، حتى إن الشرطة عملت تجربة عملية وجابوا واحدة من أفراد الشرطة وصوروها وهي بتربط إيديها ورا ظهرها ورجليها ورقبتها بنفس الحبل، وكل ده علشان يأكدوا نظرية إمكانية إن أي فرد ممكن يقوم بحاجة زي كده. فهل ريبيكا عملت كده فعلا عشان تتخلص من حياتها لمجرد إن هي بتشعر بالذنب تجاه حادثة ماكس، خاصة وإنه كان حادث عرضي ملهاش أي يد فيه، وماكس كان لسه في المستشفى وكان من الممكن إن هو ينجو ويعيش، فليه تتخلص من حياتها؟ كان في شك كبير في نتائج الحمض النووي، خاصة إن آدم عمل لها إنعاش قلبي وفمي ومسك الحبل عشان يقطعه عشان ينزل ريبيكا، ومن المؤكد إن هو اصطدم أو احتك بريبيكا أثناء ما بينزلها وإنعاشها، فإزاي مفيش أي أثر للحمض النووي الخاص بآدم على جسم ريبيكا أو على الحبل؟ وده بيثبت إن في أمر مخفي في القضية. البعض توصل إن في بعض الأشخاص ممكن يلجأوا إن هم يربطوا نفسهم ويكمموا أفواههم علشان ما يصرخوش لطلب المساعدة أثناء إيذاء نفسهم، أو رغبتهم في عدم التراجع عن إيذاء أنفسهم أو منع الإنقاذ الذاتي. جونا لحد آخر لحظة كان بيدافع عن أخوه آدم وكان بيقول إن هو ملوش أي علاقة بموت ريبيكا. سجلات الهاتف بتاع ريبيكا كان في مراسلة بينها وبين ماري أختها كانت بتطمنها على إن أختها زينة وصلت البيت، وكانت المراسلة دي تقريبا حوالي الساعة 8:30. الساعة 10:45 نينا أخت دينا وصلت المنشن وبعتت رسالة لريبيكا بتسألها إذا كانت موجودة، لكن ريبيكا ما ردتش على الرسالة دي. الساعة 12:50 صباحا وصلت رسالة لريبيكا من جونا بتقول إن ماكس حالته صعبة جدا وإنه لو عاش مش هيقدر يتكلم أو يمشي، والرسالة دي اتسمعت واتمسحت. طيب مين اللي مسحها؟ والشرطة توصلت إن ريبيكا هي اللي عملت كده بنفسها، واستندت في كده إن مفيش أي بصمات أو أي أثر لأي حمض نووي إلا لريبيكا نفسها. الشرطة كمان تجاهلت آثار الحذاء اللي كانت في البلكونة، فكانت الشرطة وكأنها ما أمنتش مسرح الجريمة بشكل كافي، خاصة إن البلكونة تعتبر جزء من مسرح الجريمة. الشرطة صورت الواقع على إن ريبيكا بعد ما سمعت رسالة جونا قررت إن هي تنهي حياتها، حتى إن جونا نفسه كان بيعتقد في كده. والشرطة قفلت القضية، وده دفع عائلة زهاو إن هم يلجأوا للإنترنت وعملوا موقع وطلبوا المساهمة فيه عشان يقدروا يعملوا تحقيق خاص في موت ريبيكا، وبالفعل قدروا يستخرجوا جثة ريبيكا عشان يعملوا تشريح تاني بمعرفتهم، لأن هم كانوا فاقدين الثقة في التشريح الأولاني. دكتور ويشت قام بالتشريح التاني وهو طبيب شرعي مشهور، وانتهى لمفاجآت كتيرة جدا. أفاد بوجود كسور في عنق ريبيكا، وإن الكسور دي تتلائم أكتر مع الخنق مش الشنق، وإن في أدلة بتثبت إن ريبيكا اتعرضت لاعتداء، وإن النزيف الموجود تحت الراس بيثبت وجود شبهة جنائية، خاصة إن عظمة الغدة الدرقية كانت مكسورة، وده ما بيحصلش إلا في حالة الخنق، وإن الوفاة حصلت نتيجة الخنق مش الشنق بالحبل. عائلة زهاو رفعت دعوى مدنية ضد آدم شنكاي ودينا وأختها نينا
لكن دينا وأختها نينا خرجوا من الدعوة لأن هم أثبتوا وجودهم في المستشفى وقت ارتكاب الجريمة، وصورت الكاميرات كده، وما تبقاش إلا آدم كان هو المشتبه الوحيد في قتل ريبيكا. وأثناء المحاكمة قام المدعي المدني بإحضار دمية بالحجم الطبيعي عشان يعيد تمثيل مشهد الشنق. مين اللي كتب العبارة اللي كانت على الباب She saved him؟ هي أنقذته. افترضوا إن المقصود إن ريبيكا أنقذت ماكس بعمل إنعاش قلبي لماكس قبل ما يروح المستشفى، ولولا كده كان ماكس مات قبل وصوله للمستشفى. ولما عملوا مقارنة بين تحليل خط ريبيكا والخط اللي مكتوب على الباب ما كانش فيه أي تطابق بين الخطين. أما بالمقارنة بين خط آدم والخط اللي كان موجود على الباب كان فيه تقارب كبير بين الخطين. المدعي العام كان بيعتقد إن آدم هو اللي كتب الرسالة وهو اللي تخلص من ريبيكا، لأن الجميع كان عندهم حجة غياب إلا آدم بس. وقرر المحامي إن آدم هو اللي قتل ريبيكا، وإنه اعتدى عليها قبل ما يرتكب الجريمة، وإنه هو اللي كتب الرسالة اللي كانت على الباب. كمان عقدة الحبل اللي مربوطة حوالين إيدين ريبيكا كانت على شكل 8، ودي واحدة من العقد البحرية الأربعة الأساسية، وآدم كان بحار يعني أكيد عنده فكرة عن أنواع العقد دي، وإن اللي يعرف يربط العقد دي لازم يكون عنده خبرة في ركوب القوارب. لكن جونا أكد إن ريبيكا كانت بتساعده في ربط القارب أثناء ركوبهم القوارب، لكن مستحيل يكون عند ريبيكا القدرة إن هي تعمل النوع ده من العقد، وإن خبرة ريبيكا في ربط القارب بتختلف عن ربط إيديها ورجليها بالحبل بالطريقة دي. وإيه سبب وجود طلاء أو ألوان على جسم ريبيكا وعلى الحبل؟ ده بيثبت حدوث تلامس بين جسد ريبيكا وبين شخص تاني. الشخص التاني ده كان فيه طلاء على جسمه، وإن الطلاء ده اتنقل لجسم ريبيكا بالتلامس، وده بيثبت إن فيه اعتداء جسدي حصل عليها. انتهت الدعوة المدنية في 2018، و9 محلفين من أصل 12 أدانوا آدم وقالوا إن هو اللي تسبب في قتل ريبيكا. والشرطة أعادت فتح ملف القضية من جديد، لكن مع الأسف الشرطة أعلنت إنه ما تمش العثور على أي دليل يفيد وقوع جريمة قتل. جونا كان بيحاول بكل السبل إن يتم التستر على جريمة ريبيكا، لأن أسهم شركته كانت بتخسر، والأمر كان بيتعلق بيه وبأخوه آدم، خاصة إن كان فيه تغطية إعلامية سلبية للقضية. وتمت تسوية الدعوة المدنية بعد استئناف آدم في 2019، ودفع $600,000 كتعويض مدني، وأغلقت الدعوة المدنية نهائيا زي ما أغلقت الدعوة الجنائية. بول هولدز وبيلي جونسون عملوا تحقيق على قناة أكسجين بعنوان الموت في القصر، أثبتوا فيه أمور مثيرة جدا للاهتمام، خاصة إن بول كان محقق مخضرم في القضايا القديمة، ولقوا أدلة بتدعم تأكيد جريمة القتل. أولا، قوة سقوط ريبيكا. كان من المفروض إن الإصابات في عنق ريبيكا تكون أكثر خطورة، لدرجة إنها توصل لفصل الرقبة عن العنق، وده بيعني على الأرجح إن ريبيكا في شخص تاني هو اللي نزلها، مش هي اللي رمت نفسها من البلكونة، وده بعد ما خنقها. والدليل على كده إن في عظمة كانت مكسورة، ودي بتتكسر بفعل الخنق مش الشنق. كمان عقدة الحبل اللي كانت على إيد ريبيكا كانت متجهة للأعلى، وكان المفروض إنها تكون متجهة للأسفل عشان الصوابع تقدر تمسكها وتشدها عشان تربطها. معنى كده إن في شخص تاني هو اللي شد العقدة عشان يربطها، ووجود شخص تاني بيثبت جريمة القتل. موضوع الحمض النووي اللي أشرنا إليه قبل كده كان لريبيكا بس، وده بيعني إنه ما تمش جمع الحمض النووي بصورة كاملة أو كافية. والدم اللي كان على فخذ ريبيكا ما تمش فحصه للتأكد إذا كان دم حيض ولا دم نتيجة اعتداء عليها بأداة سببت لها حدوث نزيف. ولحد النهاردة قضية ريبيكا ما زالت غامضة، ومش معروف إيه اللي تم بالظبط ليلة موت ريبيكا.